لسان العجل هنعمله النهارده بطريقتين احلى من بعض. عندي هنا لسان عجل وده وزنه 2 كيلو 600 جرام. بدأت اضيف عصير ليمون وضفت كمان طحينه، معلقتين كده كبار من الطحينه، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، وبدأت ادعك اللسان كويس جدا في كل حته، وزودت ميه هغطيه بالميه، وضفت كمان قرنفل. عايزه اقول لكم القرنفل بيخلي ريحته في حته تانية. وهقلب الجمال ده كله مع بعض. هسيبه في المنقوع ده لمده ساعه على الاقل، وهبقى حاطاه في التلاجة. وعايزه اقول لكم بيخلي الريحه خطيره. هشطفه كويس وهنزل بيه في حله فيها ميه بتغلي، وهسيبه على النار لمده ربع ساعه. بعد كده هغسله واحط حله فيها ميه بتغلي، وهنزل بالمطيبات بتاعه الشوربه: بصلايه، فلفل اسود سليم، وحبهان، وورق لورا، واي مطيبات انتوا حابين تضيفوها تاني ضيفوها. هسيبه على النار لحد ما يستوي. شايفين الشوربه بتاعته صافيه ازاي؟ بعد ما برد بدأت اقشر اللسان. شايفين بيتقشر بكل سهوله. طبعا اللي دخل معايا الوصفه ووصل معايا لحد هنا ما ينساش لايك حلو للوصفه ويصلي على النبي في التعليقات. وبقول لكم خليكم متابعين معايا لاني هعمل لكم طريقتين احلى من بعض. هنا قسمت اللسان لجزئين، ده الجزء الخلفي بدأت اقطعه، وده هعمل لكم بيه وصفه خطيره. خليكم متابعين ما تروحوش في حته تانية. بعد ما قطعت الجزء الخلفي هبدأ اقطع الجزء الامامي من اللسان. طبعا التقطيع زي ما تحبوا، انا قطعته لشرايح بالشكل ده، قطعوه زي ما تحبوا. طبعا عشاق اللسان والاكلات الحرشه يكتب لي في التعليقات. بعد كده هاجي في صينيه على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، ممكن تستخدموا سمنه، ونزلت ببصلايه كبيره متقطعه لحلقات. اول ما دبلت ضفت عليها فلفل اخضر وفلفل حراق الاتنين مع بعض، ونزلت برضو ب10 فصوص من الثوم مقطعهم حلقات، وحبايتين من الطماطم. انا مقطعه الخضار كله حلقات. وهنا انا بدبل الخضار بتاعي. ضفت له ملح نص معلقه، فلفل اسود، معلقه من بهارات اللحمه، ومعلقه من البابريكا، وهقلب الجمال ده كله مع بعض، وهضيفهم في طاجن. هوزع الخضار وهبتدي ارص الجزء الخلفي من اللسان اللي احنا قطعناه الاول. بعد ما اوزعه في الطاجن بالشكل ده، في نفس الصينيه ضفت مكعب من الزبده وعليه معلقتين كبار من الصلصه. اول ما الصلصه اتشوحت مع الزبده بالشكل الجميل ده، ضفت عليها 3 مغارف من شوربه اللسان. هسيبها تاخد غلوه وهنزل بيها على الطاجن الخطير بتاعنا، وهدخله الفرن على الشبكه على درجه حراره 180. في الوقت ده في الصينيه هضيف مكعبين من الزبده وعليهم معلقه كبيره من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش، وهنزل باللسان. الطريقه دي جميله جدا، خليكم معايا. هضيف رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، ورشه من البابريكا. ما بياخدش وقت وهتلاقوه اتحمر. يقلبوه على الناحيه التانية. الطريقه دي خطيره جدا. بعد ما حمرته بالشكل ده هبتدي اضيف على الناحيه التانية برضو رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من البابريكا. هضيف فلفل حامي بيديه طعم جميل جدا، معلقه كبيره من الثوم المفروم، وقلبوا جمال ده. مش هتقدروا تقاوموا اصلا الريحه من حلاوتها كده وجمالها. قفلتها بقى بعصير ليمونه، واحلى طريقه هتجربوها. شايفين رجعنا للطاجن بتاعنا الخطير بعد ما سبته في الفرن نص ساعه. وتعالوا بينا ندوق الجمال والحلاوه اللي احنا جهزناها. انا عملت اللسان سندوتشات في عيش فينو، عايزاكم تجربوا التيست ده وتقولوا له رايكم. خطير. شايفين مستوي كده ولذيذ وطعمه في حته تانية. بعد كده الطاجن ده تقدموه مع رز ابيض، حاجه كده للناس اللي بتحب بقى المزمزه في الاكل. دايب كده وجميل وبألف هنا.